السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في مطبخ ولاء. النهاردة إن شاء الله من مطبخنا هنعمل لكم البسكويت بالزبدة. طعمه جميل جدا وبسكويت هش وتحفة وما شاء الله عليه جميل. إن شاء الله هيعجبكم وتجربوه ويطلع من إيدكم جميل جدا. يلا نروح مع بعض للطريقة والمقادير ونسمي بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ. المقادير عندي هنا 6 كوبايات من الدقيق و4 بيضات وكوبايتين من الزبدة وكوبايتين من السكر البودرة واربع معالق من النشا كبار، وعندي معلقة من البيكنج باودر ورشة ملح وفانيليا. سهلة خالص، المكونات قدامكم اهو. نروح مع بعض لطريقة التحضير. طبعا انا عندي هنا نزلت بالزبدة زي ما انتم شايفين اللي هما الكوبايتين الزبدة، وبعد كده هنزل عليهم بالسكر البودرة الكوبايتين زي ما انتم شايفين، وهضربهم مع بعض زي ما انتم شايفين اهو. وبعد كده هنزل بالبيض، نزلت بالبيضتين الاولانيين، وهنزل بالفانيليا، وبعد كده هنزل بالبيضتين التانيين واضربهم مع كل المكونات مع بعضيها لحد ما يبقى كريمي معايا زي ما انتم شايفين اهو قدامكم. عايزه اوريكم الشكل بقى كريمي، هو ده القوام اللي انا عايزاه الكريمي دوت. بعد كده هروح للمواد الجافه هخلطهم مع بعضيهم، اللي هي الدقيق مع النشا مع البيكنج باودر ورشه الملح، واقلبهم مع بعض. خلاص قلبتهم مع بعض، هبدأ اروح بقى واحدة واحدة مع المكونات اللي انا خلطتها زي ما انتم شايفين، وهنزل واحدة واحدة لحد ما اخلص المواد الجافة. وده شكل العجينة بعد ما خلصتها خلاص. عايزة اوريكم قوامها اهو زي ما انتم شايفين، هو ده قوامها، جميلة ما شاء الله. رشيت الرخامة زي ما انتم شايفين، وجبت قطعة وهرش على وشها من فوق يا كمان دي من تحت ومن فوق، وهبدأ افردها زي ما انتم شايفين. عشان انا هنا هشكلها بالاشكال. الاشكال بقى اللي عندكم في قلب البيت اعملوا بيها، مفيش مشكلة خالص، والاشكال دي بتتباع في كل مكان ومش غالية خالص. زي ما انتم شايفين كده، خدت الشكل حطيته في دقيق وشكلت بيه. كل دقيق ده مفيش مشكلة خالص، بيروح ما بيبانش خالص. اعملي بقى الشكل اللي بتحبيه. بكمل الكمية قدامكم بوريكم اهو، وبطلعها بالراحة خالص كل الحاجات اللي في الاحراف اللي انتم زي ما انتم شايفين كده، وبيطلع معاكي خالص الشكل بسهولة جدا جدا. اهو عايزة اوريكم بيطلع بسهولة جدا جدا اهو زي ما انتم شايفين. وده البسكويت اللي بره بنشوفه طبعا بالاشكال الجميلة اللي انتم شايفينها دي، مش هيبقى مكلف علينا خالص، وهنعمله ان شاء الله مش هياخد معانا وقت خالص. ومحضره عندي هنا الصينيه، وطبعا حاطه فيها ورق زبده، وهرص طبعا الاشكال بعد ما خلصتها خلاص البسكويت. خلصتها خلاص، هدخلها بقى الفرن على درجه حراره 180 البسكويت، وبعد ما يخرج من الفرن نشوف مع بعض شكل البسكويت. بصوا ما شاء الله خرج البسكويت جميل جدا. حطيته في طبق التقديم، ما بياخدش وقت في الفرن خالص، ما شاء الله عليه جميل جدا جدا. ان شاء الله تقدروا ان شاء الله تجربوه وهيعجبكم، وما تجربوه ان شاء الله مستنية منكم بعد ما تجربوه. ويا رب يعجبكم الوصفة، ولو عجبكم الوصفة ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في